يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده خطيب شروق يا جماعة، طبعا ما تعرفيش. خطيب شروق جايب لها هدية. أول ما تفتحها كده بسم الله ما شاء الله. بصوا استنوا عشان نصورها كده، جايب لها شوكولاتات. استنى صورنا الصور دي. يلا وريني كده. دي هدية شروق حمادة جايبها لها. لا جميلة بصراحة، حلوة. لا حلوة. انت خطيب ما تجملنيش بس. لا جميلة. بصوا بقى اصورها لكم. بصوا بقى هيصورها لكم. بتاع السنة الجديدة دي، سنة 24. الدبدوب ده وريني. لا ألف وشه كده يا جنة. حلوة يا روبي. يلا اعمل لك انا واحدة احسن مني. كنت واخد الصور بتاعتنا من ماما. لا انا عايزة زي دي. لا ان شاء الله ده دي هجيب لك واحدة جديدة. ده انا مازن هدية. حلوة ولا؟ لا جميلة والله العظيم من غير مجاملة. حلوة قوي. بس ربنا يخليها والسنة الجاية اعمل لها واحدة احسن سنة يا حبيبي خلاص. صباح الهنا والسعادة والورد، عاملين ايه؟ حبيت اوريكم المفاجأة اللي خطيب بنتي جايبها لها عشان رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون سنة سعيدة عليكم جميعا بإذن الله. طبعا هو مش جايب الهدية دي، جايب اللي هي الهدية اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. وطبعا دي شبكة بنتي، كان جايب لها الخاتم ده، كان جايبه هدية ليها. وطبعا كان جايب الخاتمين والدبلة. طبعا زي ما انتم عارفين الدهب غالي، وكل اللي بيقدر، كل واحد بيقدر على حاجة فبيجيبها. فبقيت اصور لكم الخاتم اللي هو كان جايبه لها هدية، وطبعا الخاتمين والدبلة دول كانوا شبكتها. اوريكم الهدية بتاعة رأس السنة اللي خطيب بنتي جايبها لها. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، هدية رأس السنة حلوة ولا ايه؟ عايزة كده رأيكم. وطبعا دي كانت شبكتها الدبلة والخاتمين، وكان جايب لها خاتم هدية. ونشوفكم على خير.